للبلدان أبوابها، وللمدن أبوابها، وللبيوت أبوابها. وفي الحديث والسنة لا تدخل البيوت إلا من أبوابها. والباب بمعناه الشامل هو الأصل، وهو الماضي والحاضر والمستقبل، هو جدل المكان وتكوينه المعلن والمبهم، هو شخصية المدينة وروحها. تونس مدينة منفتحة معاصرة، فيها من ألق الروح ما يجعل سماءها مثل أرضها، خضراء مفرحة وبيضاء مضيئة. وأول ما يلفت النظر فيها هو أبواب بيوتها وجوامعها ومحلاتها، بل قل أبواب مدينتها. المدينة هذه تعمل عليها سور، أغلقت بسور، والسور هذايا يسكر المدينة كلها من داخليا، وكانوا فما أبواب عدة لكل جهة من جهات المدينة، شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا، كانوا فيها أبواب، وسمي الأبواب هذوما حسب اللي كان في هاك في هاك الأمكنة هذوكم، كما نقولوا باب بحر كان يشرف على البحر. باب البحر أو باب بحر هو أحد أكبر أبواب المدينة العتيقة بتونس العاصمة، بني في عهد الأغالبة، يقع في السور الشرقي للمدينة العتيقة. الباب مبني على شكل قوس، وبعد تهديم الأسوار التي أصبحت بلا قيمة فك الباب وأعيدت تركيبته في مدخل شارع البحرية بطلب من قنصل فرنسا ليون غوشي، الذي كان قد أخذ من بي تونس في السنة 1857 الإذن ببناء مقر القنصلية خارج الأسوار على شارع البحرية. باب منارة أو باب المنارة هو أحد أبواب المدينة العتيقة بتونس العاصمة، بني في سنة 1276 ميلادية على الأسوار الغربية للمدينة في عهد الحفصيين. سمي باب المنارة كذلك نسبة إلى المشكاة التي كانت بجداره لهداية المارة. يقع باب منارة بين باب جديد الذي بدوره مجاور لباب الفلة وبين ساحة القصبة، ومن ورائه يوجد سوق المر، وهو سوق يومية متنوعة البضائع. كما يوجد في باب المنارة جامع القصر، وهو جامع عتيق إلى جانب زاوية تسمى السيدة عربية. ورانا احنا توا موجود باب منارة. باب منارة هو واحد من 7 بيبان اللي كانوا موجودين في السور الداخلي للمدينة العتيقة. اللي يقول قائل واش فما سور داخلي؟ المدينة العتيقة كان يحيط بها السور داخلي يحمي أهلها ويحمي الحرفيين في الأسواق الموجودة من أثناء الليل. يحمي السوق ويحمي المتساكنين أثناء الليل. الأبواب هذه كانت تغلق في الليل وتفتح في النهار. باب سعدون هو أحد أبواب المدينة العتيقة الضخمة، بني حوالي سنة 1350 ميلادية بجانب باب سويقة، وقد جاء اسمه من اسم رجل صالح يدعى سيدي أبو سعدون، كان يسكن قربه في القرن ال15 ميلادي. ويفتح هذا الباب على طرق مدينة باجة ومدينة بنزرت ومدينة الكاف. كان في الأصل يحتوي على قوس واحد، وأصبح سنة 1881 ب3 أقواس تهيئة له للتجارة. عديدة هي أبواب مدينة تونس بأسمائها المختلفة والعديدة التي تبلغ 18 بابا. باب الفلة، باب سعدون، وباب الخضراء، هذه أسماء لبعض أبواب مدينة تونس. هذه الأبواب التي تحيط بالمدينة العتيقة، القلب النابض للعاصمة التونسية. إنصاف خير الدين، التلفزيون العربي السوري، باب بحر، تونس.